الحمد لله. اسمك ايه؟ مالك. مالك، اوكي. طيب قول لي انت عندك كام سنة؟ 10. 10. طب بدأت تمرين الجمباز من امتى؟ من وانا عندي 3 سنين. 3 سنين، بسم الله ما شاء الله. طب ليه بدأت انت يعني؟ ما تقوليش بقى انت اتفرجت على فيديوهات يعني؟ بجد؟ بابا اللي حفزني ان انا ابدا الجمباز. والدك كان بيلعب جمباز؟ لا. يعني هو حبك ان انت تلعب جمباز؟ اه طب فاكر ايه اول يوم او ايه احساسك في اول يوم لما جيتوا؟ هو يعني كنت مكسوف شويه، ايوه. واللي هو مش عايزه اسيب ماما. كنت قلقان يعني. اه طب وبعدها حسيت بايه؟ يعني لما بعد ما اتعودت وكده حسيت خلاص بقى عادي، الموضوع سهل. طب قولي، في تمرين بيبقى بالنسبة لك صعب وانت بتلعب الجمباز؟ يعني في تمرين لا بتبقى متضايق وانت بتعمله؟ ايه هو؟ جهاز اسمه المتوازي. المتوازي، تمام. طب ناوي ان انت تطور من نفسك فيه ازاي؟ احاول احاول اتمرن كتير على الجهاز ده عشان اعرف اعمل الحركات اللي عليه. كويس. طيب انا عايزه اسالك بقى بخصوص موضوع الاكل، فقول لي انت بتعمل ايه؟ يعني بتاكل ازاي؟ باكل 4 وجبات في اليوم. اول حاجه الفطار والغدا، وبعد الغدا باكل فواكه، وبعد الفواكه بتعشى وبعدين انام. طيب بتاكل اكل صحي ولا لا؟ لا، هو ساعات باكل غير صحي. بجد؟ بس انت عارف انا بسمع يعني ان لاعيبه الجمباز المفروض يكون جسمهم رياضي وياكلوا اكل صحي، صح كده؟ صح. طب انت هتنصح الناس ان هم ياكلوا ايه؟ اكيد اكل صحي. طيب قول لي بقى، نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ مهندس. مهندس؟ مهندس ايه؟ بترول. بترول، واو. طيب ممكن تكلمني عن الميداليات اللي معاك دي؟ اول حاجه دي ميداليه، دي بطوله الجمهوريه، بطولة الجمهورية، الاتحاد المصري للجمباز. تمام. دي ذهب. ما شاء الله، تمام. انا معايا 10 ميداليات. ايوه. وبناخد من اول تحت، عندنا من اول تحت 10، من اول تحت 7 لحد تحت 15. او تحت كل سيزون بناخد بطولتين. بطولة بيبقى عليها ميدالية واحدة. تمام. انا خدت 8 ذهب و2 فضة. طب ايه احساسك بقى وانت وقتها فزت كده وكسبت، وماما كافئتك ازاي؟ فكنت فرحان يعني، وما في البيت بقى بتبقى تديني والدك اكيد كان مبسوط. طبعا. طبعا. طب تحب تقول لماما وبابا ايه؟ شكرا بجد ليكم ان انتوا حفزتوني ان انا العب الرياضة دي. تمام، احنا بنشكرك جدا، شكرا. شكرا.